كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى بينا نرجع للأكل النباتي وكمان الأكل الكداب بتاعنا. ايه ما وحشتكوش ولا ايه؟ النهاردة هنعمل طعمية بس هنعملها بالحمص. أول حاجة كده بجيب نص كيلو من الحمص. طبعا شايفين هو ده الحمص، بنقعه كده في المية لمدة ليلة كاملة وأغير له المية وأشطفه شطفة كويسة. وبعد كده بقى عندي في الكبة هنزل كده ببصلاية بيضة، وعندي كده ده بصل أخضر عشان ما كانش عندي كرات، وعندي حزمة بقدونس وكمان حزمة كزبرة خضراء، وعندي كمان راس توم حلوة كده فصصتها وفرمتها وحطيتها في الكبة بتاعتنا. طيب في حد بقى يسألني سؤال، طيب يا شيف أبانوب هو أنت ليه بتفرم الخضار الأول؟ هقول لكم عشان أنا عاوز كل الخضار ينزل المية بتاعته، علشان لما أنزل بالحمص ولو عملته نفس الوصفة بالفول المدشوش الكبة بتاعتي تمشي في الفرم بتاعنا. شايفين هم أصلا نزلت المية، وعارفين أول ما فتحت كده الكبة حسيت بريحة الطعمية من قبل أصلا ما أحط الحمص. بصوا الطعمية بتاعت الحمص دي خفيفة وحلوة ومش تقيلة زي إيه الطعمية بتاعت الفول المدشوش، بس طبعا الفول المدشوش لا يعلى عليه. بدأت بقى أفرم كويس قوي، وشايفين بدأت الطعمية تتفرم. طبعا لو عملت كده وقلت هتفك وهتدعو عليا. امال هتعمل ايه؟ هحط كده نص كوباية من المية. تمام، ما نكترش مية علشان برضو لو كترت مية هتلاقيها فكت منك في الزيت. هفضل أضرب بقى كويس جدا زي كده الراجل بتاع الطعمية. شايفين وصلت لأني درجة من كتر الضرب؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين ناعمة ازاي؟ قولولي شايفين ولا لأ؟ هاخدها بقى وابدا كده احطها في طبق. وفي الخطوه دي انتوا ممكن تخزنوها. وطب لو انا عايز اخزنها، لو انت هتخزنيها ولا تحطي ملح ولا تحطي توابل دلوقتي، طب لو هتقلي الكميه بتاعتك على طول هتبداي كده تديها بقى تقليبه عشان تدخلي الهواء جواها. تبداي تحط لها بقى شويه من الملح صغيرين، شويه من الكمون، وكمان الكزبره الناشفه، ورشه بسيطه كده من البيكنج باودر. لو عندك بيكربونات والحاجات دي ممكن تحطي، بس البيكنج باودر ايه برضو بينفشها وبتبقى جميله وزي الفل. بعد كده بقى بعد ما قلبت التقليبه العسل دي للطعميه بتاعتي، هي كده بقى ناقصها حاجه واحده. طب تفتكروا ايه؟ يلا اكتبوا لي في الكومنتات، انا مش هكمل الفيديو غير لما تقولوا. برافو عليكم، حد كتب سمسم. هاخد بقى الطعميه وعندي كده شويه من الميه وعندي كده شويه سمسم حلوين، وابدا كده اقرص الطعميه واحط ايدي في نقطتين ميه واحطها في السمسم وادخل السمسم جوه الطعميه. هتقولوا لي طب ليه بتحطوا قوي كده؟ هقول لكم علشان السمسم ما ينزلش في الزيت ويتحرق. انا عايز كده الطعميه حلوه اكلها بالسمسم على طريقه ايه؟ على طريقه زمان. شايفين يا جماعه احلى طعميه دي ولا ايه؟ هاخد بقى كل كميه الطعميه تكون في الزيت. طبعا الزيت بتاعنا ما يكونش سخن قوي، لو سخن قوي هتنزل وايه وتتبهدل مني خالص. لازم يكون هو زيت سخن بس مش بيقدح. تمام. بعد ما نزلت الطعميه جبت بقى السرفيس بتاعنا وحطيت فيه طماطم وشويه من ورق بقى البقدونس والكزبره وحطيت كده الطعميه. وكده عملت النهارده اسهل طعميه حمص، ودي اول وصفه للصيام. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا له شير لكل حبايبكم. باي باي.